هذا عن الشخصيات التي تعاملت معها. إذا تحدثنا عن الشخصية التي لم تتعامل معها وبالرغم من عدم تعاملك معها إلا أنك تقول إنها شخصية لا تنسى أبدا. وطبعا لو قلنا الشخصيات التي لا تنسى، عندنا طبعا تاريخنا المصري في شخصيات كثيرة لا نستطيع ان احنا ننساها، انما لو قلنا مصر فلا نستطيع ان احنا نغفل اسم سعد زغلول. سعد زغلول رحمه الله، وهذا ده ملك لجميع المصريين، مش ملك بقى الوفد او اي اتجاه، هو ده بتاع مصر اللي عمل حاجة اسمها مصر ورسخ شيء اسمه مصر رحمه الله سعد زغلول. قبل سعد زغلول كان لما تيجي تتكلم انت مجرد تتكلم على ولاية عثمانية، مصر ولاية عثمانية، انما سعد زغلول هو اللي جعل شيء اسمه مصر. سعد زغلول هو اللي عمل حاجة اسمها المواطنة في مصر. سعد زغلول هو اللي يعني عمل شيء اسمه الوطنية في مصر. وطبعا هو ما عمل، انما الراجل تحول الى رمز، وتحول الى يعني شيء جميل جدا بالنسبة للمصريين، رغم يعني ربما ان البعض بيقول ان هذه الثورة يعني ثورة 1919 يعني هي التي صنعت سعد. بالفعل هي التي صنعت سعد، وانما سعد وظفها توظيفا جيدا لخدمة المصريين. الراجل كان راح بيتكلم باسم مصر ونحو التاريخ اللي احنا كلنا عارفينه. لما نفي ما كانش في دماغه ان الشعب هيثور، انما قد كان وصار الزعيم الحقيقي الذي لا يترك هذه الفرصة، الذي يستغلها استغلالا جيدا ويستطيع ان يوظفها لصالح هذا الشعب والتوظيف الجيد. وبدأت حاجات ما كانتش موجودة الراجل وظفها، بدأت وزارة يبقى فيها أفندي، وزارة يبقى فيها 2 أقساط، وكان 11 وزير فقط لما يبقى منها 2. فعمل سواء المواطنة سواء المصرية سواء الوطنية، عمل شيء جميل جدا. يا ريت ان شبابنا يحتذوا به وتعود تاني الوطنية تاني تترسخ فينا، يعني مثلما كانت في الأجيال التي ماتت في سبيل الدفاع عن هذا التراث. وأكد ان قبل قبل سعد زغلول كان الكلام كله على ان مصر تابعة لتركيا. يعني مصطفى كامل باشا رحمه الله كان الراجل بيتكلم على ايه؟ ان مصر الاستعمار يخرج منها وتكون تابعة لتركيا. احنا انا لا اتهم احدا، انما هو ده اللي كان موجود في الفكر، فكر الزعماء في ذلك الوقت. انما يأتي هذا الرجل ويقول لا، في حاجة اسمها مصر يا اخوانا، في حاجة اسمها يعني شيء بيضم هذا الجمع الكبير من المصريين، يأتي وبكل ذكاء التجميع كوكتيل جميل جدا، يأتي بأقباط مع أثرياء مع ناس بسطاء مع عرب. حمد الباسل ده كان بدوي وكان في هذا يعني وحد جميع الأجزاء النسيج الوطني المصري، فأخرج شيئا جميلا اسمه يعني مصر. مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله. تبني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا الله الله الله. مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله. تبني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا الله 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 الله. مصريتنا علينا غالية زي عينينا، مصريتنا علينا غالية زي عينينا، مصريتنا علينا غالية زي عينينا. هي اللي بتدينا شان وعز وجاه. مصريتنا غالية علينا غالية زي عنينا، هي اللي بتدينا هي شان وعز وجاه. يا رب تقوينا
وفقنا في خطوينا، بارك فيها وفينا، خلي بلادنا بيها جنة 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 أرض الله. مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله. تبني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا رعاها الله الله الله. مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله. تبني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا رعاها الله 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 الله. مصريتنا منارة وعزيمة جبارة، مصريتنا منارة وعزيمة جبارة، مصريتنا منارة وعزيمة جبارة، ملت الدنيا حضارة على مر الأزمان. مصريتنا منارة منارة عزيمة جبارة، ملت الدنيا حضارة على مر الأزمان. واللي بنوه أجدادنا حافظ لنا يا ولادنا، نبني عليه بجهودنا علشان مجد بلادنا يعلى 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 كمان وكمان.